إذا مفكر ديناصورات انقرضت معناها لازم تحضر هذا الفيديو. وهون دخلنا الحديقة وفيكم تلاحظوا الواقعية من أول شيء. طبعا هون لينا كالعادة خافت وانبسطت بنفس الوقت. وإذ هون بتفاجئ بالديناصور تبع جدي إنه لاقى شغل والله كرم وصار عنده ولد. هذا ما بعرف ليش عم يتاوب وشكلنا تقلنا عليه كتير. وطبعا لينا وكالعادة خافت. طيب أسألكم بالله، بحياتكم شفتوا ديناصور علاق؟ وهي العين إذا بتعلق لها خرز الدنيا كله ما بينفعك. شفتوا لي اللافتي؟ ليكا قلت لكم لازم تعيدوا النظر. طبعا المكان على الواقع أجمل بكتير كتير لأنه الكاميرا ما بتعطي حقه وبتظلمه شوي نوعا ما. في كتير تنوع، في أشكال مجسمات كتير، يعني من كتر ما هي واقعية سلمت عليه رد السلام. يربو بعزك ودلالك. وفي شغلة كتير حلوة لفتتني إنه في معلومات عن الديناصورات مكتوبة بالعربي وبالإنجليزي. وهي الزاوية ذكرتني بفيلم اللي بيعرف اسمه يكتب لي إياه بالتعليقات. واكتشفت انه الواحد عادي يقعد بالحديقة، فاللي عنده اولاد رح ينبسطوا كتير 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 بالمكان. وهذا ما بعرف ليش عم يطلع فيني هيك، يعني لو انا اللي عامل لهم انقراض معه بيطلع فيني هيك. كمية التفاصيل بعين الديناصورات خرافية. شفنا هذا الديناصور كان عم يتخمس، شو يسوي بيك الله بعد. واكيد في مكان للمشروبات والسناكات ومكان لتتركوا الاطفال فيه. لا مو قصدي علينا، مزيد خيارات حذف. هون اجينا على القسم الثاني من الحديقة اللي هي مجسمات حيوانات مصنوعة من الورد. كانت لينا عم تقلي انه بتحب الحمار الوحشي، ما فهمت شو قصدها. سمعتوا باللي عيونه عم تقدح الشر؟ ايه هذا هو. وبالصدفة بنشوف هون ديناصور مخلص الوردية تبعه وراجع من الشغل. وبس والله، شكرا على المشاهدة وسلام.